تظل أخبار الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلان صنصال منقطعة منذ وصوله السبت الماضي إلى مطار العاصمة الجزائرية قادما من باريس، فيما يرجح توقيفه من قبل السلطات للتحقيق معه على خلفية تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل حول تاريخ الجزائر ومشاكلها مع الجارة المغرب، والتي أثارت استنكارا لدى أوساط قالت إن الرجل قد تجاوز الخطوط الحمر. لا يزال لحد الآن متعذرا التواصل مع الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلان صنصال الذي اختفى بعد وصوله مطار الجزائر السبت الماضي، حسبما تداولته وسائل إعلام فرنسية متسائلة عن مصيره وإمكانية اعتقاله من قبل السلطات الجزائرية. ويعتبر صنصال الذي يبلغ 75 عاما من الكتاب المعروفين بمواقفهم الناقدة للنظام الجزائري وأيضا للأصولية الدينية والتطرف الإسلاموي منذ بداية مشواره الأدبي في عام 1999، وقد حصل على الجنسية الفرنسية عام 2024 حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت الأكاديمية الفرنسية قد منحته في 29 أكتوبر 2015 الجائزة الكبرى للرواية بالتشارك مع الكاتب الفرنسي التونسي الهادي قدور.